مين ما بيحبش الاكل المصري الشعبي الاوثنتيك بتاعنا؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي بعمل احلى طاجن مسقع ورديحي يتاكل ساقع او سخن، ريحته حرفيا بتجيب اخر الشارع. مبدئيا الطاجن الحلو بيبتدي من اختيار البتنجان، لازم يكون بيلمع ناشف بس مش حجر، صباعي بيبصم خفيف، الحجم متوسط، واهم حاجه من تحت تبقى عريضه كده مش دايره صغيره. دي بيسموها بتنجانه انتايه، مبقاش فيها بذر كتير فبيكون طعمها مسكر اكتر. قطعوها مدور او بالطول، بس اهم حاجه سمك متوسط. نرش عليها كميه مناسبه من الملح ونسيبها شويه تنزل ميته. في الوقت ده هجهز الصلصه، هفرم توم وفلفل حامي مع شويه حطوا الفلفل على قد ما تحبوا يكون حراق. والشائع في المسقعه ان احنا بنشوح التومه في نفس الزيت اللي حمرنا فيه البتنجان، بس انا ما بحبش الحركه دي. ما تخلوش التوم يتحمر وينزلوا على طول بعصير الطماطم، ملح وفلفل اسمر كمون وكزبره وربع معلقه سكر وبس كده. هي دي التوابل اللي احنا عايزينها للمسقعه. هغطيها واسيبها تتسبك، وقبل ما اقفل عليها بدقيقه هضيف لها ربع فنجان من الخل. هكتب لكم تحت ليه نضيف الخل في الاخر مش في الاول. زيت نضيف بقى وابتدي ان انا اقلي الخضار بتاعي. الترتيب هنا مهم جدا عشان الزيت ما يتحرقش ويغير طعم الخضار. اول حاجه الفلفل الرومي ما بيطولش، تقريبا 30 ثانيه بالكتير. لو هتحطوا بطاطس البطاطس بعد الفلفل، بعدها البتنجان، ولو عايزين فلفل حامي يبقى هو اخر حاجه خالص عشان الزيت ما ياخدش من الحراره بتاعه الفلفل ويبقى الخضار كله حراق. طبعا ممكن نحط الخضار مع الصلصه على النار نقلبهم في بعض وبقت مسقعه شعبي زي ما قال الكتاب. انا بفضل ان انا اعملها في طاجن وادخلها في فرن عشان تاخد لسعه كده، بيكون شكلها اشياء كتير في الاخر. رص بس الخضار طبقات، وما بين كل طبقه وطبقه هنحط شويه صلصه علشان كل حاجه تتشرب من الطعم. هدخلها الفرن على درجه حراره 10 دقايق ربع ساعه تقريبا، الاطعمه تندمج في بعضها وتاخد قرش. صدقوني ده احلى طاجن مسقعه ممكن تاكلوه. بس كده.